اشتريت لبس ايه الجزء التاني. الجزء الاول كان النور قاطع، الجزء التاني لما النور جه الصوت هو اللي قطع. مش عارفه في لعنه، ما علينا، نعمل نفسنا مش فاهمين حاجه. البلوفر ده انا اشتريته وعجبني قوي، صناعه مصريه. العيب الوحيد اللي كان فيه ان هو كان من غير زراير، فاشتريت له الزراير نفس لون الكنار، وظهره عجبني قوي. وبعد كده اشتريت البلوزه دي. هو الهول دي او المشتريات دي صيفي على شتوي، عشان انا شارياها اخر الصيف. تمام. فاسعارها كانت حلوه جدا، عجبني قوي الزرار بتاعه، حسيت ان هو نحاس. وكان عندي بنطلون نفس اللون، فعملتها زي طقم على بعضه وخرجت بيه في اخر الصيف. قلت الحق الطقم ده اخرج بيه. ده بقى الفستان الوحيد اللي كسبته في حياتي. انا على فكره ما بكسبش خالص حاجه في حياتي، يعني مش عارفه في ايه. فدي الحاجه الوحيده اللي انا كسبتها. عايزه البسها بقى، اعمل له طقم حلو كده في الشتاء. اهم حاجه عندي ان هو بكم وطويل، فمش هعمل مجهود او البس تحتيه حاجه عشان لو نص كم او قصير. فهو تمام، بس لسه بقى عايزه اخطط له حاجه في دماغي عشان البسه عشان يبقى شكله حلو. وانا بحب الستايل ده. دي بقى جيبه وقميص مع بعض، ما كنتش عارفه هم عباره عن ايه. فاول حاجه الجيبه، بصوا قماشتها حلوه قوي، هي جيبه لف. وهي قماشتها جايه قوي على قماش الجرافطات، يعني كاني لابسه جرافطه كبيره. قماشتها جايه على ستان وحلوه قوي. ولونها رمادي او بيج كافيه. المهم لون، هو لون ترابي فيليق على اي حاجه. طبعا انتوا كنتوا شايفين المنظر قوي، فحاولت ان انا اعمل الكاميرا كده فنستحمل شويتين. ده بقى كان حلو قوي وقماشته حلوه. كان في ستايل في دماغي ان انا كنت هلف الرباط ده على رقبتي، بس طلع صغير. الفستان ده بقى رهيب رهيب، كان عاجبني قوي. وبقول يا رب يطلع مقاسي، وفعلا طلع مقاسي بالظبط. هو لو كان اوفر سايز شويه كان هيبقى حلو، بس ما علينا، حلو جدا. بصوا بقى الجيبه دي انا اشتريتها علشان هي مختلفه وسعرها مختلف، كانت ب15 جنيه. هي شموع وستايلها حلو قوي. حسيت ان هي مش شموع عادي، وكانت صناعة مصرية. اعتقد اغلبية على فكرة الحاجات اللي موجودة في الفيديو صناعة مصرية او مصنوعة في ايطاليا او فرنسا، غير كده مفيش. البنطلون ده عجبني قوي، لونه زيتي ووايد ليج، وعجبتني قوي الفتحة دي. البنطلون ده صيفي قوي، فهلبسه في الصيف ان شاء الله. ولونه اخضر على فستقي وواسع، فانا بشتري البناطيل كلها واسعه. اي بنطلون واسع ولونه مريحني بشتريه. بس مش اي جيبه بقى واسعه، عشان الجيبه دي واسعه قوي لسه ضيقها. بس اللي عجبني فيها لونها، حاسه ان انا شكل البرتقانه في الشتاء كده، فحاسه ان انا فيتامين سي ماشي في الشارع. فعجبتني جدا. وبعدين انا كنت فاكراها صناعه مصريه، وبعد كده طلعت صناعه فرنسيه. الجيبه دي بقى تبع جيبي كوليكشن. جيبي كوليكشن على فكره انا اشتريت منه قبل كده انا وماما جاكيت من سيتي ستار. فانا شارياها ثريفت، كانت ب50 جنيه اعتقد. هي سعرها اغلى من كده بكتير، كان فيها حاجات فيها متبهدله شويه، قعدت اظبطها بالمقص وغسلتها وظبطتها. حسيت قوي شكل الستايل المكسيكي. الجيبه دي بقى عجبتني جدا وانا بطلعها، بس طلعت صغيره حبه، بس هغسلها. عجباني ومش عارفه اتنازل عنها، علشان انا كان نفسي اقف في الستايل ده. اكتر حاجه عجباني، كنت بقول كده ما اعرفش ان هي طلعت صغيره عليا. ساعات بتصدم. وبكده عدلت الكاميرا، معناها ان انا خلصت الفيديو والهول بتاعتي خلصت ومفيش جزء تالت منه، عشان لو كان في جزء تالت يبقى انا كده بفتري. وطبعا الفيديوهات الجايه علشان انا شاريه حاجات اللي بتبقى عايزه اوريها لكم ثريفت برضو، ونشارك مع بعض كده الاراء. وما تنسيش تعملي اشتراك ولايك للفيديو لو عجبك. وبلا باي باي.